معاكم مطبخ لارا والصواف. والنهارده عندنا اطباق حلوه جدا هتعجبكم. اول طبق هنبتدي نعرضه ليكم النهارده هو طبق باستا مع الشطه والثوم والزيت وبس، مع شويه كزبره خضراء معاهم. وهنبتدي نقلي المكرونه الباستا اللي هي بتكون احسن سباجيتي، بس في ناس ما بتعرفش تاكل سباجيتي فممكن تبقى بينا، ممكن تبقى المقصوصه الصغيره، بس احنا هنعملها بالسباجيتي اللي هي الاصليه. الاول احنا غلينا الميه وهنحط مرقه، ربع واحد مرقه على قد الميه عموما اللي عندنا، بحيث ان هي تبقى شوربه. ليه؟ لان احنا هنسقي المكرونه من الميه بتاعه المكرونه، ميه السليق. وهناخد 200 جرام باستا، والميه لازم تبقى عاليه. وبكده هنبتدي نسلق المكرونه. ودايما المكرونه في السليق لازم نقلب على طول، نقلب على طول، ما نسيبهاش تلزق في بعضها او تلزق في الحله. ودلوقتي احنا هنسيب المكرونه تتسلق وهنفضل نقلب فيها زي ما انا ما بعمل كده، ما نسيبهاش ابدا تتسلق من غير تقليب، علشان يا اما هتلزق في بعضها يا اما هتلزق في الحله، وفي الحالتين مش هتبقى حلوه. ودلوقتي هنبتدي خطوات عمايل المكرونه اللي اتكلمنا فيها، اللي هي اليو اوليو بيبرونشينو او زيت وشطه وثوم مع الخضره. نحط الزبده وهنبتدي خطوات الصوص بتاع الاليو اوليو بيبرونشينو. حطينا الزبده مع الثوم المفروم وهنسيب الثوم يحمر، وبعدين هنحط نص معلقه شطه صغيره تحمر معاها، وبعدين هنحط كزبره خضراء شوربه هنزود عليها علشان نعمل الصوص. ودلوقتي هنزود عليها المكرونه الباستا، وطبعا مفيش اكل من غير ملح، فالملح برضو معلقه شاي كفايه الملح، ودي بتبقى على حسب الذوق بتاعك. عايز تزود فلفل اسود زود فلفل اسود هيديها طعم. نص معلقه شاي فلفل اسود،
وبكده هنبتدي نقلبها كلها مع بعض. يستمر التقليب لغاية ما المية دي أو الشوربة دي تنشف. واحنا بنعمل كده ليه؟ عشان المكرونة ما تطلعش ميتة، ما تطلعش ناشفة. وبنزود عليها شوية كزبرة كمان، يبقى كده معلقة شاي كزبرة وشبت مع بعض توتال شوية، واحنا بنقطعهم في الزبدة أو في الزيت على حسب. وطبعا هي الحاجة المثالية ليها زيت الزيتون، بس احنا عارفين ان زيت الزيتون غالي، فبنستخدم الزيت العادي يكون نضيف أو حتة زبدة. تمام. خلصنا طبقنا سهل جدا، عبارة عن 200 جرام مكرونة. الصوص بتاعه زيت، توم، فلفل اسود، ملح وشطة، والخضرة شبت وكزبرة. يعني انت تقدري تعملي الطبق ده لوحدك يا لولو؟ سهل جدا اكيد طبعا. والنهارده كمان معانا طبق اومليت بالسبانخ والمشروم معمول باللية. والطبق ده خاص بالرياضيين وخاص كمان بالناس اللي بتعمل مجهود كبير. ليه ما حطيناش زيوت؟ لان الزيوت دايما بتبقى فايدتها الغذائيه اقل كتير قوي من الدهن الحيواني، وعشان كده انا عن نفسي بفضلها باللية. بس اللي عايز يعملها بزيت او زبده برضه هو حر. المهم ما نكترش كميه الدهون واحنا بنعمل الاكل يعني. فهنا عندنا المشروم متقطع قطع صغيره، عندنا الطماطم، وعندنا الكزبره متقطعه، عندنا السبانخ واللية، وعدد 2 بيضه. دلوقتي هنبتدي نضرب البيض، نحط عليه التوابل بتاعته اللي هي فلفل اسود، طرف معلقه شاي فلفل اسود، وزيهم كمون، وزيهم بابريكا او الشطه الحلوه البابريكا، مع نص معلقه شاي ملح، وهنبتدي نضرب البيض. ولازم البيض يتضرب كويس جدا علشان يبقى شبه ليكويد. واللي ما بيعرفش، طبعا انا ممكن كنت استخدم مضرب البيض، بس ارجع واقول مش كلنا عندنا مضارب بيض، فبشوكة صغيرة ممكن تقلبه بالطريقة دي. وكل ما تقلب اكتر كل ما يبقى احسن ويخش فيه هواء، لان الهواء مطلوب جدا في ضرب البيض او خفق البيض. ودلوقتي هنبتدي الخطوات بتاعتنا. يبقى اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط اللية،
ونستنى عليها لما تسيح. ودلوقتي هنشيل اللي هي زي ما احنا شايفين كده من الطاسة، وهنخلي بس الزيت بتاعها. ونبتدي ننزل بالمشروم. طماطم، خضرة اللي هي الكزبرة دايما والشبت، والسبانخ، ونبتدي نقلب كله مع بعض. شم الريحة يا لولو؟ طبعا جامدة. وطبعا احنا مش هنسويهم قوي، يا دوب يتشوحوا بس. ودلوقتي هننزل عليهم بالبيض. اهم حاجة بقى واحنا بنعمل الكلام ده، النار تبقى عالية، ولازم نعمل البيض بالشكل ده من الاطراف علشان تبقى عجة مش بيض مقلي. تسحب سنة من كده وتنزل السوايل كده، وسنة والسوايل تنزل ورا، وهكذا. طبعا الحاجات دي ونغطيها كده ونقلبها كده ونرجع ننزلها كده. خلصنا طبقنا. تاني طبق سهل جدا، حاجات بسيطة جدا. أول حاجة 50 جرام ليا، 2 بيضة، 50 جرام طماطم، 100 جرام سبانخ، خضرة ومشروم، وبس. سهل جدا، أي حد ممكن يعمله. الناس الرياضية ممكن تاكله عادي، يقدر يتقدم كفطار، أي حاجة. اسمه ايه؟ اومليت مشروم بالسبانخ. اومليت مشروم سبانخ، باين عليه طبق جميل قوي يا لولو. واحنا هنا بنحضر الفراخ علشان
وتبقى كمالة للطبق اللي جاي بتاعنا. زي ما قلنا احنا الاكل بتاعنا بيناسب كل الناس، اذا كانت عادية او ناس عادية. ونحط عليه سنة زيت صغيرة جدا، وطبعا ما بننساش ابدا ان احنا نحط بتاعتنا 5 دقايق تتشرب في التتبيلة. ودلوقتي سلقنا البطاطس نص سلقة بعد ما قطعناها مكعبات، وهنبتدي دلوقتي نعمل خطوات البطاطس، او ممكن نسميها سلطة بطاطس لان هي تعتبر سلطة. والدجاج بعد ما يخلص البطاطس ويتشوح الدجاج بالطريقة اللي هوريها لكم دلوقتي، هنبتدي نحط فوق البطاطس من فوق، وتبقى دي وجبة كاملة متكاملة، سلطة البطاطس مع صدر الفرخ. هنحط الأول 50 مللي زيت، دول فصين ثوم، وهنبتدي بعد ما الثوم يتشوح كويس، وزي ما احنا شايفين انا حاطط الثوم بحاله علشان بعد ما يتشوح ونكمل الطبخه يبقى سهل ان احنا نرمي الثوم ما ناكلوش. هنحط وهنحط لها البابريكا، مع الفلفل الاسود، مع سنة كمون بسيطة، نص معلقة برضو. ونخلي بالنا دايما ان البطاطس بتحتاج ملح كتير. ليه؟ لان هي بتمتص الملح، يعني لو عملت طبخة والملح بتاعها كان كتير حط لها حتة بطاطس هتمص كل الملح اللي موجود في الطبخة اللي انت عملتها. وكانت هنحط البصل، كيلو بطاطس مع نص البصلة، مع الخضرة دايما. وهنبتدي نقلبها وبعد ما خلصنا البطاطس هنبتدي نسوي الفراخ بالبابريكا صوص. هنحط 100 جرام زبدة،
والفراخ اللي احنا مستخدمينها. وهنبتدي نسويها تثبت بهذا الشكل. طبعا الفراخ هي البروتين الوحيد اللي لازم يبقى مستوي 100%. يعني لو معانا كمان ترمومتر لازم نحط الترمومتر هنا، والترمومتر يجيب 165 ل 170 فهرنهايت درجة حرارة داخلية. ليه؟ عشان السالمونيلا. بس عموما حتى لو معهوش ترمومتر لازم الفراخ تبقى مستوية جدا، ما تبقاش ناشفة. يعني لازم تبقى دايما جوسي مش ناشفة. ايه رأيكم في الاكل اللي احنا عملناه النهارده؟ بسيط جدا. صدر فرخة 200 جرام، بطاطس 200 جرام، مع المكونات اللي احنا وريناها لكم. وجبة متكاملة تنفع كغدا، سعرات حرارية ما تجيبش 800 سعر حراري، ما تجيبش 800 سعر حراري. اتمنى ان مطبخنا النهارده يبقى عجبكم. والنهارده قدمنا لكم طبق بطاطس وصدر فرخه. واللي بيحب السينابون او بيحب القرفه، لو حطيت على البطاطس دي رشه قرفه صغيره طعمها هيبقى في حته تانيه خالص. انا عارف ان ده مش من ثقافتنا، فعلشان كده ما حطيتهاش في المكونات، بس مع شويه قرفه على البطاطس دي هتبقى في حته تانيه خالص. 200 جرام بطاطس مع 200 جرام صدر فراخ. وعملنا كمان الاومليت بالسبانخ والمشروم. وعملنا الباستا اللي كانت اليو اوليو بيبرونشينو او زيت وتوم وشطه فقط لا غير. ايه رايك في طبق النهارده؟ حلو طبعا، مفيد وصحي. وعملنا 3 اطباق كده، صح؟ صح. كل الاطباق دي اتعملت في 45 دقيقه. كان معاكم مطبخ لارا والصواف. ولارا والصواف.